السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أخوكم مصطفى يوم جديد إن شاء الله وحلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بادجي. يا رب الجميع يكون بخير وفي أحسن حال وأحسن صحة. آه، أسرع وأبسط واقوى طريق انك توصل بفضل الله انك يبقى عندك ريمبو فولل. طبعا لا قوه الا بالله. عصفور جميل، عصفور ما شاء الله كله بيتهافت عليه، عصفور مطلوب، عصفور ليه موردينه، وعصفور دايما الهاوي بيستمتع بيه. ليه بيستمتع بيه؟ لان العصفور ما شاء الله الوانه متعدده جدا جدا، وفي كل درجه لون وفي كل لون بتلاقي درجات الوان متعدده. فعصفور ما شاء الله بيشد العين، بيخلي الهاوي يتبسط بهوايته، بيخلي الهاوي يوصل لمرحلة من النشوة وإشباع الذات، وبيرضي غروره وكبريائه، فبتبص تلاقي الهاوي بيجري عليه. طيب ازاي انا مصطفى النهارده اوصل ان انا يبقى عندي ريمبو فولل من ابسط الاشياء وباقل التكاليف؟ دايما انتوا عارفين انا من مدرسه ان انا مش بحب الحد، يعني حد يصرف مصاريف كتير قوي في الطيور عشان يحس بمتعه هوايته، ويحس بمتعه اللي هو تعب فيه واجتهد فيه، وفي الاخر ربنا كرمه واجتهد ولقى. في ناس بتحب تختصر الوقت بفلوس، بتشتري عشان تكسب وقت، لان الوقت ده بيبقى مسافة بالنسبة له، فيقول لك انا اضيع الوقت ليه؟ انا حد تاني اجتهد فانا اخد المجهود ده. فهكذا هي وجهات نظر، وكله يحترم، يعني يحترم. هو في الاخر كل واحد ليه فكره، يعني كل واحد ليه مدرسته. طيب انا النهارده ان شاء الله عشان ما نضيعش وقت هوصف لكم واشرح لكم ازاي توصل لريمبو فولل بابسط الامكانيات وادق التفاصيل هنقولها ان شاء الله. النهارده مصطفى عايز اوصل لرامبو فولل، ورامبو فولل ده مصطفى اسعارها غاليه، يعني الازواج بتتراوح من 1000 ونص و2000 وانت طالع، على حسب الوان وحسب درجات وعلى حسب كل هاوي ما بيبيع، لان كل هاوي بيبقى حر في سلعته، كل هاوي هو اللي بيقيم سلعته. واتكلمنا في موضوع الاسعار، واتكلمنا في موضوع آه، كل واحد ليه تقييمه، وكل واحد ليه فكر وجهة نظره في تقييمه لسلعته، ودي حاجة هو حر فيها، لأن العصافير مش مسعرة ولا سلعة ليها بورصه، او ولا سلعه عليها مثلا جدول او هكذا زي الخضار او اللحوم او هكذا. فهي بتبقى حاجه على حسب ما كل هو بيقدر يقيم طيوره، يبيعها ازاي ويبيعها بالشكل اللي هو يبسطه ويعجبه، فبتلاقي التفاوت في الاسعار. طيب انا عايز اوصل ان انا يبقى عندي ريمبو فولا بفضل الله مصطفى من غير مصرف كتير، لان انا معيش الامكانيه ان انا ادفع 1000 ونص ولا 2000 جنيه. طيب انا هقول لك على طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله بفضل الله متجربه، وانا اول واحد كنت مجربها قبليك اهو، وبفضل الله جابت معايا نتائج بفضل الله فوله المحترمه جدا 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 فوق ما انتم متصورين بفضل الله. اول حاجه بتحاول تشوف بفضل الله عصفور يكون مثلا في المستوى بتاع الفايلوت اللي هو الازرق ده. لقيته اقوى ماشي، لقيته اقل ماشي، بس بفضل الله يعني حاول يبقى صبغته مثلا كل ما تبقى الزرقاء ببساطه كده الزرقان اقوى، بنفسجي او فايلوت كده عالي، بفضل الله هيبقى افضل. تمام. يكون بفضل الله العصفور الوايت ده مثلا يكون فولل. تمام، يعني يا ريت العصفور اللي يكون وايت يكون فولل، سواء ذكر او انثى. طب ليه يا مصطفى قلت الوايت يكون فولل، ليه ما قلتش العصفور التاني؟ لا انا هقول لك ليه. عشان انت بفضل الله لما هتجيب عصفور فولل وايت فيس اوبلاين مثلا، زي العصفور اللي احنا شايفينه ده، بفضل الله سعره مش هيبقى غالي، سعره مش هيبقى غالي بالنسبه للريمبو فولل. لكن لو هتجيب عصفور فولل بنفس المواصفات والشكل ده والمستوى بفضل الله بتاع الفايلوت الوايت ده، بس على لون زي ده كده، هيبقى غالي طبعا، يعني ممكن نتعدى ال 2000 جنيه كمان. تمام. يبقى احنا هنحاول نعمل توازن كده، يعني نعمل توازن بفضل الله، بحيث ان في الاخر التركيبه تكون ان شاء الله فيها نجاح ان شاء الله، وفيها باذن الله يعني ثمره التعب وبتاع، ان نلاقي ان شاء الله حاجه. فاحنا هنشوف المواصفات العاليه قوي نجيبها في العصفور الوايت. ليه قلنا؟ عشان لو جبناها في الجولدن ده او الفايلوت ده هيبقى غالي شويه. يبقى هنجيب العصفور الاوفلاين ده الفايلوت الوايت ده، يكون كتفين حلوين كده زي ما احنا شايفين، سواء الذكر او الانثى مش هتفرق، هي في الاخر انتوا عارفين ان الريمبو ده عصفور تركيبه. فاحنا بنحاول نظبط المعادله بتاعتنا عشان ربنا يكرمنا. والعصفور التاني اللي هنجيبه دوت اللي هو هياخد دي الانثى. بصوا يا جماعه احنا جايبين لكم التركيبه اهي واضحه قدام عينيكم، عشان الناس برضه تبقى شايفه وعايشه معانا الاجواء، واحنا دايما معودين بعض ان كل حاجه بنقولها لكم كده بعينيكم، عشان تبقى فضل الله المعلومه تبقى في دماغك، يعني تبقى يعني خلاص اتثبتت، ما ينفعش حد يغيرها لك. تمام. الانثى اللي هنجيبها، او لو الذكر العكس مش تفرق، المهم بقى يكون عندي ايه بقى. بصوا ركزوا في الحته دي، يكون عصفور جولدن كده مثلا على الاقل، يعني جولدن اهو. بص وش العصفور جولدن ازاي منور، يعني هو حتى مشع باين. تمام. جولدن سنجل دبل بقى مش تفرق كتير، هي هتفرق معايا طبعا في الانتاج، بس انا بحاول اخف لك الامور وما اخليكش تشتري عصفور غالي، عشان لما يبقى مثلا دبل هيبقى غالي شويه. فانا بقول لك هاته سنجل مش هتفرق.
تمام. بس المهم يكون وشه ملون، انا بسميها بلغه الهاوي وشه ملون، مش وشه ابيض كده وايت. تمام، لا انا عايز وش ملون. طب ليه؟ عشان بفضل الله الوايت لما هيجي مع الوش الملون ده بفضل الله اللي هو الجولدن ده هيرمي لك بفضل الله عصافير ريمبو الوانها كويسه. طيب وناخد بالنا من تفصيله تانية. بصوا النتائج اللي قدامنا دي بفضل الله شوشه وكرك وتاتشات في الجناحات. يعني ايه تاتشات؟ يعني اكتاف شبه نايمه، يعني اكتاف شبه نايمه. برضك هطلع النتائج اوريها لكم واوريكم تقليبها بفضل الله ومستواها عامل ازاي ودرجات لونها قويه ازاي. فالكتاف تكون شبه نايمه. ليه طيب كتاف شبه نايمه او ريشه حتى في الكتاف؟ عشان بفضل الله حتى على الاقل اضمن ان انا شاريها ان هي فيها دم فلل. يعني ايه يا مصطفى؟ يعني ان هي بفضل الله تكون طالعه من ورا فلل، تكون طالعه من ورا فلل، مش عصفوره مجرد ان هي شوشه بس ولا شوشه وكرك بس، لا عشان بفضل الله تبقى طالعه على الاقل من ورا فلل. طب ده هيفرق؟ اه هيفرق. لما هي تكون بفضل الله طالعه من ورا فلل وتاخد عصفور بفضل الله فلل، يبقى بامر الله، يعني بامر الله ان شاء الله يبقى في الانتاج ربنا يرضيك ان شاء الله بحته ولا بحتتين فلل. فلما يطلعوا حته ولا حتتين فلل وكمان يكون ربنا كريم، وان شاء الله ربنا كريم جدا وكرمه واسع جدا، يطلعوا كمان بقى ريمبو، يبقى انت كده ما شاء الله من التركيبه البسيطه اللي احنا شايفينها دي قدرت تحصل على عصفور ريمبو فلل. نوريكم الطيور برضك عشان احنا بنحب نتفرج زيكم. نوريكم الطيور بفضل الله ونوريكم برضك ايه الشكل برضه من قريب، عشان دايما الكاميرا بتبقى مش مبينه قوي حلاوه العصفور. يعني بصوا لا قوه الا بالله، دي يعتبر فيها كتفين بس كتفين نايمين. بصوا حتى هي بتقلش في اخر قلشه، هي عصبيه جدا يا جماعه. بصوا عصبيه جدا. بصوا الرمبه ازاي فايلوت، بصوا درجات اللون. بصوا هي بتقلش وديش طالع اهو. يعني دي تعتبر كتفين اهو. بصوا كتفين اهو، كتف اهو كتف اهو، بس دي كتفين نايمين اسمهم كتفين نايمين. هنوريكم بخلاف الذكر. بصوا بقى الدماغ لا قوه الا بالله منوره ازاي. بصوا الدماغ ما شاء الله جولدن منوره ازاي، عصبيه وانا مش عايز اتك عليها. بصوا البطن كلها زرقاء اهي، والرمبه كلها زرقاء اهو. انا مش عايز اتك عليها اكتر من كده. بص اهي بطنها كلها زرقاء ازاي بفضل الله، والوش جولدن ازاي لا قوه الا بالله. تمام. دي الانثى. نحاول ندخل الانثى معلش بسرعه عشان هي عصبيه جدا فوق ما انتم متخيلين. هي مش مدياني حتى. بصوا في عصافير كده تيجي تمسكها تحس ان انت بص العصافير هتموت نفسها. الذكر هادي شويه بقى، الذكر هادي يعني نوعا ما، هو عصبي برضه لكن من عصافير بفضل الله الواحد ما بيحبش يمسك الطيور، فتلاقي الطيور بفضل الله ما بتحبش المسكه، ودي حاجه كويسه ان انت الطيور بتاعتك تكون متعوده على الطبيعه يعني. بصوا لا قوه الا بالله بقى الذكر اهو، درجه لون فيروت محترمه ايه بفضل الله. الميزه ايه؟ هي الميزه اللي قلنا عليها الكتفين. بصوا الكتفين تمام، وناعم اهو كلير اهو بفضل الله ناعم. حتى لو في علامات زي ما انتم شايفين كده دي علامات خفيفه ما تسمعهاش علامات تقيله. بصوا علامات خفيفه. بصوا وبرضك انا افتكرت حاجه مهمه جدا برضك عشان نصيحه لوجه الله تعالى. تحاول تكمل من بعض، يعني عصافير تكمل من بعض. يعني ايه يا مصطفى عصافير تكمل من بعض؟ يعني عصفور زي ده اللي في النص دي يا جماعه عشان برضك الناس تبقى فاهمه، دي حاجه اسمها قرن. بصوا قرن، بصوا قرن ماشي. تديله ما تدوش نتايه فيها قرن زي كده تمام. يعني لو ضيف في قرن الذكر ما تدوش نتايه فيها قرن، تديله نتايه زي ما احنا شايفين نتايه كانت شوشه متسرحه والناعمه على عينيها. لو ده فول بادي تديله نتايه كلير. وصل لك يا جماعه، وصل لكم يا جماعه الفكره والرؤيه بتاعتي ان انا عايز اوصفها. يعني تكمل العصفور الذكر زي ما شفنا في قرن في دماغه، يبقى النتايه زي ما احنا شايفين دماغها متسرحه وشوشه والكريست بتاعها ناعم نازل على عينيها. لو الذكر كلير يبقى انا اديله نتايه فول بادي، مش تفرق. المهم ان انا بحاول اقتصد في الميزانيه، بس في نفس الوقت ابقى انا مشيت على الشروط اللازمه اللي هي بيها بفضل الله افرخ طائر ريمبو فلل. فناخد بالنا. بصوا العصفورات منها عصبيه لما اتمسكت اتضايقت ازاي. ده اللي احنا دايما كنا بنتكلم فيه برضك والناس ما بتاخدش بالها، بتفتكر الموضوع تهريج ان العصفور نفسيته بتتعب. بصوا العصفور عشان مسكتها اتضايقت ازاي انت اتضايقت. بصوا تحس ان هي كانت كده في نفسها. بصوا الانثى تحس ان هي زعلانه. بصوا زعلانه انت بتمسكني وتهزقني اللي. بصوا والله بتكلم بجد، العصافير بتفهم كده يا جماعه، هي لغتها كده. فناخد بالنا زي ما قلنا المواصفات والشروط اللي هشتري من خلالها زوج، عشان بفضل الله ربنا يرزقه ان شاء الله يفرخوا لي حاجه بفضل الله تكون ريمبو فولل. وان انا كده اسعى ان انا يعني كل مدى في تطور في هوايتي. ودايما انتوا عارفين انا بحب اوصلكم للمرحله اللي انتوا عايزين توصلوا لها او للخطوه، بس بنركز قوي عشان في اخواتنا واصحابنا بيبقوا مبتدئين ولسه بياخد مصروفه مثلا من والده او من والدته، فهو الميزانيه مش مساعده ان هو يشتري عصافير غاليه، وفي نفس الوقت هو نفسه يشتري عصافير بس مش مساعده لسه ميزانيه. فهو نفسه يبقى ده يعني ملوش نصيب يربي عصافير، لا ليه نصيب بفضل الله. لان انا ما عنديش حاجه اسمها مستحيل ولا حاجه اسمها ما تنفعش. انا ما عنديش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها. بصوا يا جماعه الفشل يعني شخصيه، خدوها كده من اخوكم. الفشل شخصيه. انت بفضل الله عايز تنجح هتنجح باقل اقل 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 الامكانيات والله العظيم. فهنتكلم في النقطه دي بالذات بعينها كده وبحذافيرها. والله العظيم هوصف لكم حاجات حصلت معايا في الهوايه من زمان ولغايه دلوقتي. بفضل الله الواحد تجاوز ده كله ازاي وعدى ازاي بفضل الله ووصل لمستويات طيور بفضل الله عامله ازاي يعني.
فنتمنى ان شاء الله المعلومه النهارده تكون وصلت. و زي ما قلنا الفشل ده شخصيا ملهاش علاقة بالظروف والعوامل. أي حد عايز يعني يعمل حاجة بفضل الله مع توفيق ربنا هيعمل إن شاء الله مع اجتهاده. فلو اللي فات حلو فاللي جاي أحسن بأمر الله. وكان معاكم أخوكم مصطفى. ما تنسوش الهواية نوايا، وما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك وأصحابك حبايبك المهتمين بالهواية. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.